بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام من كل مكان في العالم، من داخل مصر ومن خارج مصر، الناس تتجمع على البث. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله دراسة جدوى لتسمين 10 خرفان، دورة تسمينهم 150 يوم. يا ريت الناس تتجمع معانا على البث. الصوت لو واضح حد بس يعرفنا إن الصوت واضح. إن شاء الله مش هطول عليكم، هنتكلم عن دراسة جدوى لتسمين 10 خرفان. أنت رحت اشتريت 10 خرفان أو عايز تشتري 10 خرفان، وعايز تعرف تكلفتهم ومكسبهم ومدة تسمينهم. تمام. إن شاء الله أنت رحت اشتريت 10 خرفان وعايز تسمنه. سعر الخروف تقريبا 4500 جنيه في الوقت الحالي. عمره يتراوح من 5 شهور ل6 شهور، والوزن بتاعه تقريبا من 20 ل 22 كيلو و23، وفيهم غنم في ال10 خرفان هيجوا 25، ولكن هنحسب على ال20. تمام. مدة الدورة اللي انت هتعملها 150 يوم. مدة الدورة اللي انت هتعملها 150 يوم. تمام. ان شاء الله الخروف هيديك تحويل لحم في الشهر من 7 ل9. هنحسب له متوسط 8 كيلو شهرية. 8 كيلو شهرية في مدة 150 يوم، يعني دورة تسمين 5 شهور، يبقى 8 في 5 ب40، زائد وزنه اللي هو داخل بيه 20 كيلو. يبقى انت وصلت في النهاية بخروف لحم بعد تسمينه 150 يوم 60 كيلو قايم صح كده على رجله. طبعا الكلام ده كلته اركنه على جنب دلوقتي. تمام. الخروف هياكل علف مركز في مدة 150 يوم بتوع الدورة 200 كيلو. 200 كيلو، يعني هنحسب له من كيلو لكيلو وربع، كيلو ونص يوميا. تمام. وطبعا الخروف اول ما هتجيبه مش هياكل الكيلو او الكيلو وربع، هتبدأ معاه من 300 جرام، نص كيلو، 600، 700، لحد ما توصل لكيلو ونص في نهاية الدورة. يبقى الخروف هياكل علف مركز 200 كيلو علف مركز. هياخد منك تحصين طول الدورة ب50 جنيه. هياخد منك تحصين طول الدورة ب50 جنيه، وهيصرف مية وكهرباء وعمالة 3 جنيه في اليوم. في 150 ب450 جنيه الخروف الواحد. انا بكلمك دراسة جدوى على الخروف الواحد. انت بقى هتحسب في الاخر التكلفة في ال10 خرفان. يبقى الخروف هياكل منك 200 كيلو علف مركز في 150 يوم. العلف ان شاء الله في علف جاهز وفي علف بتعمله على ايدك. العلف اللي احنا بنعمله على ايدينا تكلفة الكيلو 15 جنيه، يعني هتضرب ال200 كيلو في 15. والخروف هيصرف منك تحصين طول الدورة 50 جنيه، وهيصرف مية وكهرباء وعمالة 3 جنيه في اليوم. في 150 يوم ب450 جنيه في الدورة. وهياخد منك مادة ملقى اللي هي التبن 100 كيلو. الخروف هياكل في 150 يوم 100 كيلو تبن. كيلو التبن واقف معاك ب2 جنيه، يبقى كده هيصرف 200 جنيه تبن. وهياخد أدوية وعلاجات لا قدر الله، خروف سخن، خروف تعب، هيصرف برضك 50 جنيه. هيصرف منك 50 جنيه. تمام. يبقى كده ده دورة تسمين 150 يوم. تعالى بقى نحسب التكلفة، وبرضك هنحسب سعر البيع في الآخر. تمام. يا ريت الصوت لو واصل بس الناس تعرفني.
والناس اللي معانا على البث يا ريت بعد اذنكم تعملوا مشاركه للفيديو لو سمحت. هنحسب بقى تكلفه الخروف اللي انت سمنته طول ال 150 يوم بكام، وهتبيعه بكام، والمكسب بتاعك كام. ثمن الخروف زي ما احنا قلنا 4500 جنيه، وهياكل 200 كيلو علف مركز في 15 ب 3000 جنيه. تمام. وهياخد تحصين ب50 وادويه ب50، وهياكل تبن ب200 جنيه، وهيصرف ميه وكهرباء وعماله 450 جنيه طول الدوره. يبقى كده تكلفه خروف اللحم اللي انت سمنته اللي وزنه 60 كيلو تكلفته 8250 جنيه. ان شاء الله هتطلع موازين 60 كيلو، لان الخروف اقل واجب هيبقى داخل 20 كيلو. تمام. انت رحت اشتريته اول ما خش عندك المزرعه هيبقى وزنه 20 كيلو، هيحول معاك 8 كيلو. في ناس بتقول بيحول 10 و9 و11، احنا هنقول متوسط 8 كيلو. انا بحسب لك على التحتاني، اما الزياده انت ورزقك، انت ورزقك. الخروف هيحول لك 8 كيلو في الشهر، يبقى احنا عندنا الدورة 150 يوم يعني 5 شهور، يبقى 8 في 5 ب 40 كيلو زائد وزنه الأساسي 20 كيلو يساوي 60. يبقى تكلفة الخروف اللي وزنه 60 كيلو لحم بعد ال 150 يوم 8250 جنيه. إن شاء الله هتبيع الكيلو فيه قايم كده صاحي سعر متوسط 150 جنيه الكيلو. 150 جنيه الكيلو. انت معاك خروف لباني ما كسرش ولا سنه، اللحمه بتاعته مميزه. مميزه يعني ايه؟ يعني الاوزان اللي هي من 50 ل 60 بتبقى لحمه كويسه ولحمه حمراء ونسبه الدهن فيها بسيطه وبتبقى مطلوبه. ان شاء الله هتسلم فيها كيلو قايم 150 جنيه. يبقى 60 كيلو في 150 جنيه، يبقى كده الخروف واقف معاك ب 9000 جنيه. هتنقص منه تكلفته 8250، يبقى صافي ربح 750 جنيه. احنا قلنا في بداية الفيديو دراسة جدوى ل10 خرفان، يبقى الخروف الواحد هيكسبك 750 جنيه. ف10 خرفان يبقى ب7500 جنيه نهائي. مكسبك من ال10 خرفان ان شاء الله اقل حاجة 7500 جنيه بعد تسمينهم وعلاجهم واكلهم وخدمتهم وشربهم وتمنهم الاصلام. ان شاء الله هيعود عليك بربح ب7500 جنيه. تسمين 10 خرفان لحم لمدة 150 يوم يعني دورة ال5 شهور. القصة مش قصة المكسب ال7500، هنحسبها بالراحة. في ناس هتقول لك تشوية او ياما او كده او كده. هنحسبها بالراحة. انت لو عامل جمعية لمدة 5 شهور هتبقى مضطر تدفع شهريا الجمعية بتاعتك، ولكن احنا هنقول تسمين الغنم زي الجمعية، بل بالعكس هو افضل من الجمعية. تمام. انت الشهر ده ما معكش فلوس تجيب علف، يبقى هتجيب علف على الاجل وتدفع الشهر اللي بعده، يعني مش زي الجمعية بتزنقك. تمام. وممكن تشتغل دورة التسمين لو انت قديم في المجال على الاجل ال5 شهور، تسحب ادوية وعلف لنهاية الدورة، ولما تبيع تسدد اللي عليك. تمام. يبقى انت كده عملت جمعية وقبضت فلوسك اللي انت صرفتها زائد 7500 جنيه مكسب. تمام. وربنا يرضي الجميع ويوفق الكل، عشان بس الناس ما تقولش ايه ما فيهاش مكسب ومش مكفية نفسها. اتعب هتلاقي، واسعى وربنا معاك ان شاء الله. تمام. الكلام ده طبعا دراسة جدوى لتسمين 10 خرفان لحم مدة تسمينهم 150 يوم. طبعا قلنا لك الخروف داخل سعره بكام، هتكلفه كام، هياكل كام، هيصرف كام، وهتبيعه بكام ان شاء الله. تمام. اي حد عنده سؤال او اي تعليق يا ريت يتفضل يعلق. ولو انت
عايز اي حاجة احنا تحت امرك. رقم تليفوننا 011 25 31، لا مؤاخذة 011 25 83 71 40. عنواننا طنطا محافظة الغربية. تمام يا جماعة، محدش يستقل او يستقل بالمكسب. مكسب العشر خرفان بعد تسمينهم 5 شهور اقل واجب 7500 جنيه. تمام. طبعا بقى قابل للزيادة، وبتفرق برضك في عدد الرؤوس اللي عندك. احنا حاسبينها على 10 خرفان، لو انت عندك بقى 20 30 50 حتة ان شاء الله ربنا ايه هيرضيك. وكل حاجة بتصرف وكل حاجة على قدها. إيه، يا ريت الناس اللي معانا على البث تشارك البث، تضغط لايك عشان الفيديو يوصل ليك ولغيرك. واي حاجة او اي سؤال احنا تحت امر الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.